بسم الله توكلت على الله. معاكم نشوى من مطبخ لمة صحاب فود. النهارده ان شاء الله باذن الله هعملك الفور سيزون تشيز كيك الفور سيزون بطريقه سهله جدا جدا، مش مكلفه بالمره. بصي، هتحبي ان انتي تعمليه كل شويه. غالي جدا فوق ما تتخيلي. بره القطعه يعني دلوقتي وصلت ل50 و40 في اماكن تانية. فيعني لما تعمليها في البيت وتعمليها ما شاء الله بكمية، يعني تقطع معاكي يعني في حدود 8 قطع او اكتر، يعني فانتي هتستفادي اكتر كتير. والله صدقيني تكلفتها لا تذكر من ناحية بره. وطريقة سهلة جدا جدا، عملناها بالكريز وعملناها بالفراولة بالتوت البري والفراولة والكراميل واللوتس. معنا هنا اي نوع بسكويت انتي عايزاه، اي نوع بسكويت انتي عايزاه. هناخد هنا بالظبط كوبايتين بسكويت هنطحنهم كويس في الكب عندك، ومعايا نص كوباية سمنة بلدي. لازم التشيز كيك سمنة بلدي او زبدة نيوزيلندي، يعني حاجة من الاتنين. اسفة جدا، كنت تعبانة جدا وانا بسجل لكم صوتي هتلاقوه، يعني معلش اعذروني. تمام، بدأت ان انا ازود شوية بشوية عشان انا ما اخدش كتير، ما يبقاش معايا كتير، بس انا عايزاه مرمل كده، عامل زي الرمل. وبصي يعني طريقته سهلة جدا جدا فوق ما تتخيلي. التشيز كيك ممكن تقولي عليه صعب، طريقته سهلة جدا. بصي انا بفضل اقلب في البسكويت كله عشان السمنة تختلط معاه كويس جدا. بصي يعني لغاية كده مفيش اي حاجة صعبة خالص. انا بوريكي اسهل طريقة للتشيز كيك. عندي صينية، فانا مش هحتاج ان انا مطلعاها هدية، فانا مش هحتاج القالب اللي تحت. حطيت ورق زبدة وقفلت عليه صينية اللي هي بالكليبس دي. وبدأت ان انا انزل بالمكون بتاعي انزل بالبسكويت واضغطه كويس جدا، اكبسه كويس جدا عشان هحطه في التلاجة يتماسك معايا. مش هحطه في الفرن، هحطه في التلاجة بس يتماسك معايا 10 دقايق بس، وهتلاقيه مسك وبقى زي الفل. بصي ما شاء الله تحفة. هبدأ سويته كويس جدا وسويت الأحرف كويس جدا. هبدأ ان انا احطه في التلاجة. عندي هنا بقى هنيجي للمكون التاني، كوباية كريم شانتيه عليها 3 معلقة باستري كريم، يعني كوباية كريم شانتيه عليها معلقة باستري كريم، وعليها نص كوباية حليب محلى مكثف. ما عندكيش حليب محلى مكثف والله ولا تتأزمي، ما تستخدموهوش، مفيش أي مشكلة. تمام. عندي هنا 150 جرام كريم، جبنة كريمي. أنا استعملت دومتي هنا، يعني استعملت يعني دومتي ممتازة برضو في الطعم بتبقى ممتازة. وحطيت كوباية لبن. هفضل ان انا احط اللبن لغاية ما اشوف انا القوام اللي انا عايزاه ايه. وخلاص هكتفي بكده. ابدا ان انا اضرب الكريم شانتيه مع الباستري كريم مع الجبنة الكريمي مع الحليب المحلى المكثف مع الحليب. تمام. بصي ما عندكيش حليب محلى مكثف، ما تأزميش الدنيا، ما تأزميش، مش مشكلة تماما. بصي ما عندكيش حليب محلى مكثف، حطي بداله معلقة زبدة مع اللبن، معلقة زبدة هيديكي نفس الطعم بالظبط. بصي انا فضلت اضرب. انا عايزة القوام ما يبقاش تقيل معايا، عايزاه يبقى خفيف لان هو هيتماسك دلوقتي. بصي بدأت ان انا احط تاني كوباية لبن. انا ما حطيتش سكر لان عندي الحليب المحلى المكثف عشان هو مسكر جدا، فانا مش محتاجة سكر. وهبدأ ان انا اضرب. انا حطيت دلوقتي على المكونات الجافة عندي حطيت كوبايتين لبن عشان القوام. انا عايزة اوريكي القوام، انا مش عايزة القوام متماسك، يعني انا عايزة القوام بالشكل ده اللي انا هوريهولك. ده تحفة. اهو بوريكي القوام ده ممتاز حلو قوي. بس انا مش عايزة اكتر من كده. وبعد كده هنجيب عشان القوام يتماسك معايا ولما ادخله التلاجة يمسك معايا. هنحط معلقتين كبار جيلاتين. معلقتين كبار، هي المعلقة اللي عندي دي صغيرة، فانا حطيت معلقتين كبار مليانين جيلاتين. وبعد كده هحط نص كوباية مية مغلية، وهقلب لغاية ما يدوب معايا الجيلاتين.
تمام، وهانزل بيه على الخليط ما فيش أي مشكلة، تنزلي عليه سخن تسيبيه يبرد شوية، ما فيش أي مشكلة بس سيبيه يبرد شوية. تمام، وافضلي قلبي بس لغاية ما القوام يتماسك، لغاية ما الحبيبات دي تنتهي خالص، يعني تبقى ما فيش حبيبات عندي في الجيلاتين، عشان لما أبدأ إن أنا أحطه على المكون بتاعي اللي أنا الكريم شانتيه بتاعي اللي أنا باعمله ما يبقاش فيه حبيبات، تبقى مضايقانا في الأكل، فأنا باقلّب كتير عشان الحبيبات دي خلاص يعني تنتهي خالص. بُصّي ما شاء الله القوام تحفة، سِبت الجيلاتين يبرد شوية، وبعد كده بدأت إن أنا أصفّيه بمصفى عشان ما يبقاش برضه أتأكد إن ما فيش أي حبيبات معايا، وبدأت إن أنا برضه أضرب تاني عشان كله يمتزج مع بعض، كل المكونات تمتزج مع بعض. ما شاء الله تحفة تحفة. الكمية كوباية الكريم شانتيه عملت معايا كمية كبيرة، و150 جرام كريم جبنة كريمي، ونص كوباية حليب محلى مكثف، ومعايا هنا كنت حطيت 3 معالق بستر كريم. يعني ما شاء الله الكمية عملت لي كمية كبيرة جدا من السائل اللي انا هحطه على البسكويت بعد ما اخرجه من التلاجة. ما شاء الله بصوا القوام تحفة، انا عايزة القوام ده ما تقلقيش، ده مش قوام سايل خالص، بل بالعكس احنا حطينا عليه الجيلاتين فهيبدأ ان احنا اول ما نحطه في التلاجة يتماسك. تمام، بدأت ان انا احط نص الخليط، والنص التاني هقولك انا هعمل بيه ايه دلوقتي. تمام، خلاص حطيت خلاص الخليط معايا، وبعد كده هبدأ ان انا احطه في التلاجة يتماسك، يعني بالظبط ساعة ونص، وبعد كده ابدأ احط نص الخليط التاني. نص الخليط التاني هحط عليه معلقتين كبار كاكاو خام، وعليهم معلقة كبيرة نسكوك. ما عندكيش نسكوك ما فيش اي مشكلة، استعملي الكاكاو الخام بس وما تحطيش سكر، لان انا عندي الحليب المكثف يعني سكره عالي جدا، فما تحطيش سكر. تمام، هبدأ ان انا احط اشوف انا هحتاج تاني ولا لأ كاكاو خام، لو محتاجة تاني هحط. هبدأ ان انا اقلب. اسفة جدا انا صوتي تعبان جدا، كان عندي دور برد يعني مبهدلني، فبدأت ان انا اقلب الخليط كويس جدا مع الكاكاو. ما حطيتيش انتي ما عندكيش حليب محلى مكثف استغني عنه قلتلك، وبعدين بعديها حطي 4 معالق سكر بودرة في الخليط وانتي بتضربيه. عندي هنا كراميل، وعندي صوص فراولة، وعندي صوص توت بري، وعندي لوتس زبدة لوتس، وهنا حطيت معلقتين حليب محلى مكثف على لبن، وهبدأ ان انا ادوب فيه الكراميل. انا عايزاه سائل شوية، بدأت ان انا احط على الكراميل وادوب، عايزاه سائل، فبدأت ان انا يعني احط كده معلقتين وادوبه كويس عشان ما يبقاش جامد معايا او عشان يرمي معايا كمية. يعني اللوتس والله يا جماعة انا حطيت 4 معالق، 4 معالق كراميل، صوص كراميل، وهبقى اقولك الطريقة بتاعته سهلة جدا جدا، مش مكلف بالمرة، طريقته في 5 دقايق تعمليها، متشتريش اي حاجة من بره خالص. يمكن الصوصات اللي انا استعملتها بس اشتريتها من بره، صوص الفراولة وصوص التوت البري، وبرضو طريقته سهلة جدا مش صعبة خالص لو هتعمليها في البيت. هبقى انزلك فيديو مخصوص للصوصات سهلة قوي، طريقتها سهلة جدا. جبت برضو زبدة اللوتس، بدأت ان انا اخففها شوية. زبدة اللوتس بقى دي معانا يعني برضو طريقتها في منتهى السهولة برضو في البيت، طريقتها سهلة قوي. بدأت ان انا اقلب زبدة اللوتس. بصي زبدة اللوتس بترمي معانا كتير بصراحة، يعني ما شاء الله كل ما بتزوديها كل ما بتتقل اكتر، فهترمي معانا كمية كتير ما شاء الله. دي انا كنت عاملاها في البيت هي والكراميل، سهله طريقتها سهله، فهنزلها في فيديو، هتبقى طريقتها سهله جدا جدا معاكي، هتعمليها برضو مش صعبه خالص. زبده لوتس غاليه قوي بره، والكراميل برضو غالي بره، يعني ما تستعمليش. حطيت خلاص انا النص التاني، بعد ما حطيت النص التاني وسبته يتماسك، قسمت التشيز كيك بتاعي 4 تربع. تمام،
كل ربع، عشان كده سميناه الفور سيزون. فحطيت الكراميل الاول وبعد كده حطيت اللوتس. بتقسميه عادي خالص بالستيك عندك، بتقسميه 4 أرباع، أو ممكن تحطي كده، يعني مش شرط ان انتي تقسميه. وادي اللي هو صوص صوص التوت البري. حطيت برضو جزء منه، بصي ما شاء الله تحفة حلوة قوي، حلو جدا. يبقى انا حطيت اللوتس وبعد كده حطيت الكراميل وبعد كده حطيت التوت، واخر حاجة هحطها الفراولة. واسيبها برضو في التلاجة. التشيز كيك ما تستعملهوش خالص في يوميها تماما، استعمليه تاني يوم او بعد 6 ساعات تحطيه في التلاجة او الفريزر. لو انتي مستعجلة عليه حطيه في الفريزر بالظبط ساعتين، وابدأي ان انتي قطعيه واستعمليه. ما شاء الله تحفة، ريحته تجنن، حلوة قوي. حطيت خلاص صوص الفراولة، خلاص كده خلصت الصوصات يعني. ما شاء الله يجنن يجنن. انتي لو اشتريتي التورتاية دي من بره، تورتاية التشيز كيك، والله العظيم صدقيني هتشتريها بمبلغ وقدره، والحاجة غليت دلوقتي فهتشتريها بسعر عالي قوي قوي قوي. ومن ضمن الحاجات اللي هتلاقيها غالية بره، اللي بتتباع غالية جدا بره، التشيز كيك. تمام. خلاص خلصت الفراولة، حطيتها. ببدأ ان انا بقى اساوي الاربع الصوصات بتاعتي اللي انا حطيتها بس، وكده وخلاص. بعد ما عدى يعني سبتها في الفريزر عندي بالظبط 3 ساعات. هبدأ بقى ان انا اشيلها من عندي. بصي ما شاء الله انا كنت مرعوبة وانا بشيلها، احسن يكون الخليط لسه ما تمسكش، عشان انا بستعجل على الحاجة جدا. فبستعجل ان انا عشان اخلص الفيديو عندي، فبستعجل ما بحطهاش كتير في الفريزر، او ما بحطهاش كتير في التلاجة. فبدأت ان انا اسلك بس من الاحرف عشان ابدأ ان انا افتحها وانا مطمنة. بصوا ما شاء الله، يعني الصوصات كانت تجنن، والريحة بتاعتها تجنن. ومش عايزة اقول لكم بألف هنا وصحة على اللي اكلها، بألف ألف هنا وصحة على اللي اكلها. ما شاء الله ما شاء الله تجنن، حلوة قوي. هبدأ ان انا اشيل القالب بتاعي بالراحة، وهبدأ ان انا اسحب ورقة الزبدة بالراحة بمنتهى السهولة. انما لو انا كنت سبتها، لو كنت عملتها من غير ورقة الزبدة، ما كنتش عرفت طلعتها من الصينية اللي تحت. فانا حطيت ورقة الزبدة، بصي شكلها يجنن، شكلها حلو قوي. الصوصات فيها تجنن. بصي هبدأ ان انا اسحب بالراحة عشان انا سبتها في الفريزر تتماسك معايا. هبدأ ان انا اسحب بالراحة جدا جدا جدا، وبس كده طلعت الصينية وطلعت ورقة الزبدة بمنتهى السهولة. بصي الصوصات نازلة تجنن ازاي، حلوة قوي. مش هكتفي بكده طبعا، انا كنت هكتفي بكده بس قلت لا، شكلها مش عاجبني قوي كده. فبدأت ان انا ازين بقى. بصوا بدأت ان انا ازينها، التزيين تحفة. يعني ما اكتفيتش بكده فزينتها، وما شاء الله كان شكلها يجنن وتحفة وطعمها يجنن، لان انا مجرباها قبل كده بس انا ما دقتش دي بصراحة. بألف هنا وصحة على اللي اكلها. وان شاء الله باذن الله تكون عجبته باذن الله ان شاء الله. وانتظروني في فيديو جديد من لمة صحاب فود ان شاء الله باذن الله. ما تنسيش تعملي لايك وشير وتفعلي زر الجرس وتشتركي في القناة. باي باي.